إدارة شركة جيلي الجزائر للسيارات اليوم الاثنين أعلنت عن إيقاف استقبال الطلبات الجديدة مؤقتا. في بيان لها قالت أن جميع الطلبيات مغلقة حاليا على مستوى العلامة، وأنها لا تقبل أي طلبات أو حجوزات جديدة في الوقت الراهن. فهذا هو البيان مثل ما نشاهد في الصورة، بيان هام من جيلي الجزائر بخصوص البيع بالتقسيط. أعلنت شركة جيلي الجزائر عن إيقاف استقبال الطلبات الجديدة مؤقتا، مؤكدة أن جميع الطلبيات مغلقة حاليا على مستوى العلامة، وأنها لا تقبل أي طلبات أو حجوزات جديدة في الوقت الراهن، وهي لا تقوم بأي عملية بيع بالتقسيط، ولا يوجد أي تسجيل أو حجز متاح للسيارات خلال هذه الفترة، ما يتطلب من الزبائن توخي الحيطة والحذر. تعرفون يعني سوق السيارات على قلة العرض هنالك مشاكل كثيرة تتعلق بالمضاربة، تتعلق ببيع سيارات بطريقة وهمية فيها نصب فيها احتيال، ولكن أصل المشكلة هو العرض القليل، لذلك المواطن يعني وجد نفسه في أزمة. اليوم أيضا نقرأ في الشروق أونلاين وزارة العدل تأمر كافة الموثقين بالتوقف عن تحرير عقود بيع السيارات الجديدة بوكالة عذرا، لا سيما سيارات فيات دوبلو، وذلك في إطار مكافحة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في سوق المركبات، ما يعني أن المضاربين والسماسرة لن يكون باستطاعتهم إخراج سيارات بأسماء مواطنين آخرين والحصول لاحقا على وكالات منهم تتيح لهم حرية التصرف في المركبات بما فيها عملية البيع. قرار مهم يجب أن ننتبه إليه. وزارة العدل تأمر كافة الموثقين بالتوقف عن تحرير عقود بيع السيارات الجديدة بوكالة، لا سيما سيارات فيات دوبلو، وذلك في إطار مكافحة ظاهرة المضاربة غير المشروعة. وهذه المراسلة من المديرية العامة للشؤون القضائية بوزارة العدل بتاريخ 9 أفريل إلى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين. هذا فيما يرتبط بجديد سوق السيارات.